ازاي ده قادر يكشف لك اللي حواليك. ركز معايا كويس، في قانون في الفيزياء بيقول لكل فعل رد فعل مساوي لها في المقدار ومضاد العمق في الاتجاه. اكيد خدتها في المدرسه. طب ده عرفته بموضوعنا. هديك مثال، هات محمد صلاح واقعد اقول له انت ما بتعرفش تلعب، انت ما بتعرفش تباصي، انت وانت وانت، تفتكر هيعبرك؟ لا طبعا. ليه؟ لان واقع كلامك عليه زيوكو، لان هو عارف هو مين كويس، بيلعب ازاي، ومكانته شكلها ايه، فرد فعله هيبقى زيرو. لكن هات عماشة اللي بينزل حجز كوره معاك قول له انت مالكش فيها، هيتشقلب ويتنطط ويقول لك انا وانا. اللي نستنتجه هنا ان قوه رد فعل الشخص اللي قدامك على المحفزات اللي حواليه قادره تكشف لك كتير جدا عن جوانب شخصيته ونقط ضعفه. يعني انت مثلا لو قلت لحد على سبيل الاستفزاز انت محتاج تبقى واثق من نفسك شويه عن كده. لو دي حقيقه هتلاقيه بيصد ويرد او بيناقشك في الامر، زي مثلا يقول لك ليه بتقول كده وخلافه. انما لو دي مش حقيقه هيبص لك ويسكت او يضحك ضحكه سخريه ويقول لك عندك حق فعلا، هشتغل على الموضوع. او اي رد فعل هزلي. مع الوقت بقى ردود فعلنا بتاخد شكل عاطفي بحت، بيتحفر في الذاكره التفاعليه وبيطلع بمجرد تكرار المواقف. وهنا بقى نرجع للنقطه الاولى، ازاي تخلي الموضوع ده اندر كنترول.